حي مروج، سموحة الإسكندرية، وتصوير حي في 7/20/23. نقدر نقول إن مروج هي مدينة صغيرة مغلقة على نفسها متكاملة. المشروع بيقع في مدخل محافظة الإسكندرية بالقرب من جرين بلازا ونادي سموحة وجامعة فاروس. المساحة حوالي 122 فدان، بطاقة 11,000 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلات ووحدات سكنية مختلفة المساحات. وبنرى على الطبيعة هنا الشغل في مشروع سموحة. المساحة كبيرة جدا، وبينفذ المشروع أفضل مطورين العقاريين بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وشايفين كده في الخلفية هنا القطر القادم من القاهرة باتجاه سيدي جابر، ده في الجزء الخلفي من المشروع. في الجزء الأمامي الناحية الثانية شايفين محافظة الإسكندرية، الرقابة الإدارية، ده كوبري 15 مايو. وبرضو المكان متميز جدا، والمشروع يعتبر مشروع سمارت، بيوفر حياة سمارت بأحدث تقنيات عالمية. بيضم فندق ونادي رياضي واجتماعي وأبراج إدارية ودور عبادة ومستشفى تخصصي ومدارس لجميع المراحل ومناطق للأنشطة التجارية. شايفين كده على الطبيعة هنا بيتم تجهيز الخرسانة الجاهزة للمشروع بالكامل. هنا الأكوام الرمل والزلط والأسمنت، وهنا بيتم بمعدات كثيرة جدا التجهيز. الخرسانة الجاهزة بتنقل بخلاطات كبيرة، بناقلات مثبت عليها خلاطات كبيرة ليتم صبها مباشرة في مواقع البناء. يعني نقدر نقول، لو بنقول تملي الكلمة أو المقولة المشهورة إن الذهب زينة وخزينة، فالعقار المتميز مثل حي مروج سموحة بأسماء مختلفة للمطورين العقاريين يعتبر استخدام واستثمار للمستقبل. يعني أثناء الحجز حاليا بنسمع أن الأسعار بتزيد لزيادة الخامات، وده يعتبر استثمار هائل وممتاز. العمل على قدم وساق، والموقع متميز جدا في مدخل اسكندرية. وبنرى في الخلف سمعنا ان دي الجامعة الصينية، مباني كتيرة جدا للكليات، وعمل على قدم وساق لان التسليم هيكون قريبا. بعض الابراج تمت البناء بالفعل، شايفينها في الامام خالص في اتجاه المحافظة وكوبري 15 مايو، وبعضها بيتم حاليا البناء، بس العمل 24 ساعة. حي مروج اسكندرية مشروع متميز بالنسبة للموقع والأسعار وأفضل المطورين العقاريين والخدمات المتكاملة في نفس المكان.